لازم نسأل نفسنا بصدق، وأنا مستعد إن أنا أتعب بجد ولا مستني السهل؟ بجاهد ولا مستني الحظ؟ هصبر ولا مستني المعجزة؟ الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكمن في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنها بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويام رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك، أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. النهاردة حلقتنا عن التغيير. قرار التغيير بيكون قرار سهل ولا قرار فيه وجع؟ طيب، كل القرارات المصيرية في حياتنا بتكون سهلة ولا بيكون فيها ألم، فيها معاناة؟ طيب لو هي فيها ألم وفيها معاناة وفيها صعوبة، ليه احنا كل ما نتعب شوية مش قادرين نكمل؟ ليه كل ما نيجي نجاهد نفسنا بنرجع؟ ليه مستنيين الطريق السهل المفروش بالورود؟ مخك مش بيحب الوجع، بيحب الراحة، ومفيش راحة صنعت إنسان. فلازم نتعلم إن احنا نقاوم. كل مرة هتمنع نفسك هتتألم، هتقاوم هتتوجع، هتقول لأ هتحس بصراع داخلي، فتفتكر إن ده غلط. لأ، ده الطبيعي. كل مرة هتمنع نفسك هتتألم، كل مرة هتقاوم هتتوجع، كل مرة هتقول لأ هتحس بصراع. مشكلتنا إن السوشيال ميديا زي ما قلنا ضحكت علينا وورتنا الحياة السهلة والنجاح السريع، وما شفناش تعب الناس. بنشوف الصورة الحلوة، ما شفناش تعب السنين اللي وراها. بنشوف لحظات النجاح، ما شفناش الحرمان. بنشوف الضحكة، ما شفناش الوجع. عشان كده ما بقاش عندنا أي جهد في إن احنا نعافر في أي شيء. عايزين الحاجة الفورية، ودي أكبر كدبة اتزرعت في جيل كامل. اسأل نفسك كده، هو في حياة حقيقية؟ في حياة حقيقية من غير صراع أو مطبات؟ ما يعقلش. ليه بقى عايزين نجاح يبقى سهل؟ تعال نشوف كده مع بعض وقائع الناس لما في حد مثلا يقرر ان هو هيبطل ضياع، وبعد شوية يضعف ويرجع. حد تاني يقول انا هبني نفسي، وبعد اسبوعين يزهق ويرجع. وبعدين نقول اصل احنا مش مكتوب لنا النجاح. هو احنا بجد مش مكتوب لنا النجاح ولا مش عايزين ندفع ثمن النجاح؟ ده السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا. انا عايز ادفع ثمن النجاح ولا عايزه يجي سهل؟ هو في حاجة اصلا في الدنيا دي بدون مقابل، ولا كل حاجة لازم ندفع ثمنها؟ احنا لازم نتعلم ان احنا نتألم ونكمل. لازم نتعلم ان احنا هنقع ونقوم، وازاي نمنع نفسنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف. كل مرة بنستسهل فيها بنضيع طريقنا، وكل مرة بنهرب بنطول الطريق،
كل مرة بنصبر بنقرب من الحلم. وهنا لازم نسأل نفسنا بصدق، وأنا مستعد إن أنا أتعب بجد ولا مستني السهل؟ بجاهد ولا مستني الحظ؟ هصبر ولا مستني المعجزة؟ وعلى فكرة الاستمرار والسعي هو المعجزة الوحيدة. ودلوقتي جت لحظة القرار. لو قلت لك هتختار ما بين راحة مؤقتة وتضيع عمرك، تعب مؤقت بيغير حياتك، هتختار ايه؟